أهلا بيكم. النهاردة هنغوص شوية في موضوع الكلمات. إزاي يعني كلمة صغيرة أو تغيير بسيط في الصياغة ممكن يغير كل حاجة؟ فعلا. الموضوع ده أساسه كتاب اسمه Exactly What to Say، وإحنا واخدين الأفكار دي من فيديو لخص أهم نقط فيه. تمام. والفكرة إنه في زي كلمات سحرية كده، عبارات بسيطة بس بتشتغل على العقل الباطن عشان نوصل لنتيجة أحسن في التواصل. مظبوط. يعني مثلا هو بيشرح فرق بسيط قوي. زي إيه؟ يعني بدل ما تسأل حد رقم تليفونك كام، السؤال ده مباشر، العقل ممكن يجاوب على طول. آه. لكن لو قلت ممكن آخد رقم تليفونك، هنا فتحت له الباب يقول لأ. صح صح. أو المثال بتاع الكيكة ده عجبني قوي. بتاع الكعك. بدل ما تقول تاخد كعكة ولا اتنين، لأ، تسأل تفتكر كعكتين هيبقوا كفاية؟ بالظبط. كلمة كفاية دي ليها واقع مختلف خالص، كأن العقل الباطن يعني بسيط قوي في استجابته. هو ده. طب نخش في أول عبارة اللي هي بتاعت هل ممكن تكون منفتح ليه؟ تمام. المصدر بيقول إن دي فعالة عشان محدش بيحب يبان إنه قافل أو دماغه مش مرنة. فعلا، مين يحب يتقال عليه كده؟ فهو لما تسأل السؤال ده بتخلي فكرة القبول أسهل نفسياً. يعني مثلاً بدل فرض رأي ممكن تقول إيه رأيك ممكن تكون منفتح نجرب طريقة جديدة في الشغل؟ هي دي بقى اللمسة النفسية الذكية، مش طلب موافقة صريح قد ما هو ربط الفكرة بصورة الشخص عن نفسه إنه إيجابي ومنفتح. يعني زي ما بنقول تقطير السؤال framing يعني. بالظبط. ده بيقلل المقاومة الأولية لأي فكرة جديدة. طيب تمام. ولو حد بقى يعني متردد صراحة قال لك لا محتاج أفكر شوية، دي بتقابلنا كتير. المصدر هنا بيقترح جملة تانية اللي هي من باب الفضول بس. مم. يعني تقول مثلا تمام حقك طبعا تفكر، بس يعني من باب الفضول إيه أكتر حتة في الموضوع محتاجة تفكير؟ حلوة دي، ميزتها إنها يعني بتشيل أي إحساس بالمواجهة. كلمة فضول دي بتخليها أخف. جدا. كأنك مش بتضغط، مجرد بتستوضح. وده بيخلي الطرف التاني يا إما يقول الاعتراض الحقيقي بهدوء فنعرف نتعامل معاه، آه. أو نكتشف إن مفيش اعتراض أصلاً، هو بس تردد وعايز شوية تطمين. منطقي. طيب نخش على حتة التفاوض بقى أو محاولة نقفل اتفاق. المصدر بيقدم صيغة لو أنا قدرت أعمل كذا هل أنت هتعمل كذا؟ I will you. بالظبط. زي مثلا لو عميل معترض على السعر ممكن نقول له طب بص، لو أنا يعني قدرت ألاقي طريقة نظبط بيها السعر ده شوية هل ده هيخليك تاخد قرار الشراء؟ دي بقى بتكشف النية الحقيقية أو الالتزام الحقيقي. إزاي؟ يعني لو قال لأ يبقى غالباً السعر مش هو المشكلة الأساسية، في حاجة تانية. تمام. ولو قال يبقى أنت عرفت إن حل النقطة دي هو المفتاح. بس خد بالك، ده مش معناه إنك لازم تقدم الحل ده فوراً. المهم إنك عرفت إيه اللي ممكن يحركه. بالظبط. بتفصل بين العذر الظاهري والسبب الجوهري للمشكلة. حلو قوي. طيب بالنسبة للمماطلة بقى اللي هو التردد في الخطوة الجاية نعمل إيه؟ المصدر جه يطرح سؤال بسيط بس عملي جدا: ايه اللي بيحصل بعد كده، او what happens next. يعني يعني بدل ما تسيب الدنيا عايمة، وضح الخطوات الجاية ببساطة، واطلب خطوة صغيرة قوي عشان تأكد انكم مكملين. زي المثال بتاع السمسار؟ يقول للعميل تمام، الخطوة الجاية بسيطة جدا، هنملى بس بيانات أساسية عشان أقدر أبعت لك تفاصيل العقد. طيب، ايه أفضل إيميل لحضرتك أبعت عليه؟ فهمت. يعني بتكسر الحاجز بتاع إنك تبان لزقة أو لحوح. بالظبط. وبترسم له خريطة طريق واضحة. والسؤال الأخير السهل ده بتاع الإيميل مثلا بيعمل زي مومنتم إيجابي، بيخليه ياخد خطوة صغيرة فعلا. خطوة بتأكد التزامه المبدئي بس من غير ما يحس بضغط. تمام. في عبارة تانية بتعتمد على يعني نفسية الجماعة، اللي هي معظم الناس. most people. دي قوية برضو. المصدر بيقول إنها بتنفع قوي لما حد يبقى محتار بين كذا اختيار، زي مثلا حد بيختار بين باقتين خدمة أو كورس. فتقول له إيه؟ ممكن تقول والله بص، معظم الناس اللي في موقفك بيبدأوا بالباقة دي يجربوها الأول وبعدين يقرروا إذا كانت مناسبة ليهم ولا لأ. دي بتلعب على وتر السوشيال بروف أو الدليل الاجتماعي، اللي هو ميلنا كبشر إننا نعمل زي الأغلبية. بنحس بأمان أكتر لما نعرف إننا مش لوحدنا في الاختيار ده. يعني كأنك بتقول أنا زي الناس. بالظبط. فبتدي توجيه لطيف كده من غير ما تبان إنها أمر مباشر، بتساعده يتغلب على حيرته. حلوة دي.
ونيجي بقى لآخر عبارة، ويمكن دي أقوى واحدة فيهم، لأنها بتخاطب العواطف بشكل مباشر قوي. اللي هي؟ هتحس بإيه لو؟ How would you feel if؟ المصدر بيقول إن ربط أي قرار بمشاعر مستقبلية سواء حلوة أو وحشة ده محرك رهيب. ادينا أمثلة. يعني ممكن تقول لحد تخيل كده، هتحس بإيه لو السنة الجاية في نفس الوقت ده تكون خلصت كل الديون اللي عليك؟ دي مشاعر إيجابية. تمام. أو العكس، عشان تحفزه يتصرف، هتحس بإيه لو عرفت إن المنافس بتاعك خطف منك أحسن موظف عندك؟ دي مشاعر سلبية، خوف من الخسارة. ودي نقطة مهمة جدا. العواطف فعلا هي اللي بتحرك أغلب قراراتنا، والجملة دي بتخلي العقل يعيش النتيجة دي اللحظة. والمصدر أكد على نقطة الخوف من الخسارة دي. لأن الأبحاث النفسية بتقول إن دافع تجنب الخسارة بيكون أقوى بكتير عند معظم الناس من دافع تحقيق المكسب. فعلا، يعني خوفك من خسارة الموظف ممكن يحركك أكتر من طموحك في سداد الديون. بالظبط. في التركيز على المشاعر المحتملة دي، بالذات مشاعر الندم أو الخوف، ممكن يكون فعال بشكل غير عادي. يعني خلاصة الكلام ده كله إن الموضوع مش تلاعب، لا طبعا. قد ما هو فهم أعمق لطريقة تفكيرنا، وإزاي ممكن نستخدم اللغة بطريقة أذكى توصلنا لنتائج أحسن وتواصل أوضح، مجرد تغييرات بسيطة في الكلام. مظبوط. وهنا بقى ممكن نسيب المستمعين بسؤال نفكر فيه كلنا. اللي هو إيه؟ بما إننا عرفنا الأساليب دي وفهمنا إن العقل الباطن يمكن بيميل للبساطة، يعني للآه أو لأ زي ما المصدر لمح، يا ترى وعينا ده هيغير طريقة استقبالنا إحنا للطلبات أو الاقتراحات اللي بتجيلنا؟ يعني هل هنبدأ ناخد بالنا لما حد بيستخدم معانا الأساليب دي؟ بالظبط. هل هنلاحظ الأنماط دي في كلام الناس معانا بشكل أوضح؟ ده بعد تاني للموضوع يستحق نفكر فيه شوية. فعلا نقطة ممتازة للتفكير. وبكده نكون وصلنا لآخر جولتنا العميقة النهاردة عن قوة الكلمات.